السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة تحلية رمضانية ولا حتى في ايامنا العادية تقدروا تحضروها، سهلة وسريعة التحضير. كما راكم تشوفوا كيفاش تخرج. وهذيك الكراميل تاني لاصوص كراميل وجدناها حنايا، راح نوجدوها مع بعض ان شاء الله تنال الاعجاب. نحتاجو لهاد التحلية مول اللي راح نخدمو فيه مهما كانت القياسات التاوعه. نحتاجو هاد لي غاليت كيما راكم تشوفوا. انا جبت هاد لي غاليت اللي تكون رقيقه. الغليظه ما ننصحش بها بزاف، ننصح بهذه. نجيبو الحليب باش نفخو البسكويت تاعنا ونرصوها في لو بلا تاعنا. دوك نبدا معكم هنايا. راني نرص في الحبات تاع الكاليت تاعي، نشمخهم في الحليب ونرصهم. شاولا ما تنفخوهمش بزاف حتى يتكسروا. انا شحال من حبه تكسرت لي، بصح نتوما ما تنفخوهمش بزاف، اعطوهم غير شويه هكا تاع تبليله باش من بعد لا كريم تاعنا تاني تزيد تبللها، راح تجي سوا سوا. يعني ما نحتاجوش نبلوها بزاف، نبلوها غير قدر ما تبلل شويه، هذا ما كان. كيما شفتوا هنايا قلت لكم بلي حتهرس لي وحده. كيما شفتوا مي نورمال سي لاخر، بصح انا خبرتكم باش ما تنفخوش اكثر من اللازم، يعني دخلي وخرجي تم تم. هنا البنات نجيبو فلون تاع كراميلا في نص لتر تحليب، يعني نص لتر تحليب نحطو فيها كامل نضيفوه كامل. لازم تجيكم الفلون تاعنا تجي ثقيله، تجيكم ثقيله. اللي ما حسيتهاش ما جاتهاش ثقيله تزيد عليها دوزيام ساشي. ولا اذا كنتي دايره لحظه باغ اكزومبل ما كنتيش دايره حليب تاع حليب نورمال، تقلي لحظه تاعك ونخلطوا كل شيء بارد في بارد. من بعد نحطوها في الغاز ولا في الغاز تاعنا، قال كيما هكا نطفو عليه. هنايا نحضروا الكراميل تاعنا في كسرونه ولا في طاوه، نحطوا كاس تاع سكر ونخلوه على نار هادئه. هنا البنات كي يذوب لكم كاع هكا راه ثقيل، نزيدوا عليه مغرف تاع الزبده، مغرف كبيره ماشي صغيره البنات. ونحركو بالملعقه تاع اللوح، نحركو حتى تذوب هذيك الزبده كامل. كما راكم تشوفوا انا هنا ما بغيتش نسرع لكم الفيديو باش تشوفوا كيفاش العمليه راح تجينا سهله وسريعه، يعني ما حش تشدنا بزاف الوقت ولا برك. لازم الغاز دائما تحافظوا على النار الهادئه. كي تذوب لنا هذيك الزبده وتندمج مع السكر تاعنا وما تقعدوش كامل تكتولات، نزيدو نص كاس تاع الحليب كيما شفتوا. هما نتوما الكاس اللي عبرتوا به السكر تكملوا به، فهمتوا البنات؟ ونقلبوا الحليب مع السكر والزبده حتى تذوب كامل وما يقعدوش هذوك التكتلات ولا هذوك الحجاري تاع السكر. وهنا نكملوا بالفوي كيما راكم تشوفوا حتى نذوبوا كامل هذوك الحجاري تاع السكر. هنا كي نكونوا حلينا السكر تاعنا سيبو الكراميل تاعنا راهي مليحه، نجيبوا هذاك لو ساشي تاع الكراميل اللي يجي مع الفلون اللي استخدمنا به الفلون كراميل تاعنا. هذه هي نفرغوا كامل هذيك الساشيه. دايما نقول لكم البنات النار ناقصه ونحركوا. كي نوصلوا لهذا القوام هذا خلاص نطفوا عليه، سي بون. هذا هو كيما راني نوري فيكم البنات. لا راني نوري فيكم في القوام كيفاش يجي ثقيل. هنايا كي برد لنا هذاك الفلون تاعنا جمد لنا، نزيدو عليه كاس تاع كريم شانتيي نطلعوه معاها ونخلوها حتى تطلع مليح، حتى تتضاعف ويتضاعف الحجم تاعها. لازم الفلون تاعنا يكون بارد باش تطلع لا كريم شانتيي البنات. وخليكم مع كيفاش راح تطلع ومن بعد نكملوا الخطوات تاعنا مع بعض.
هنا احنا كنا ديجا موجدين الطبقة تاعنا الاولى، نديرو عليها لاكريم تاعنا، نحطوها ببوش ولا كيما بغيتو اللي تساعدكم في الخدمة ديروها، ونلسوها بمغرف ولا ملعقة ولا سباتيول ولا، ونزيدو الطبقة الثانية تانيت كيما الاولى نبلوها بالحليب ونحطو. بغيت نقولكم باللي اللي ما توفرش عندها الحليب ولا anyway تقدر تستخدم بالقهوة. ونكملو الطبقة الثانية تاعنا حتى اللي نكملو كامل. هنا انا في الوسط زدت لها مغرف تاع الكراميل، هذه خطوة اختيارية مي راح تجيكم بعد هكذا تهبط، راح تدير لكم ذوق وتاني شكل شباب. وهنا نكملو كامل طبقات تاعنا اللي عندنا، دي فوا كريم ودي فوا لا غاليت ولا كريم، تالي نكملو كاع. والتزيين يبقى اختياري، اللي بغا تزين بالبنان، اللي بغا تزيد كل وحده وحدها، ونخلوها تبرد مليح ومن بعد نقطعوها وبالصحة والراحة ان شاء الله. ما تنسوش دعمونا وسلام.